هلالا هلالا طول العمر، هلالا هلالا طول العمر، هلالا هلالا طول العمر، هلالا هلالا طول العمر. السد العالي رغم طوله وعراقته سيتوارى خلف هلال السودان ومعه هلال رمضان ولو لمدة 90 دقيقة. وحيث تشاهد اللون الأزرق في القاهرة ستتذكر هدف قلب الأسد ريتشارد جاسين في العام 2004. لطالما تعددت أسماؤه بتعدد حالاته ديربي وادي النيل، فهو يعود من جديد وحالته هذه المرة تقول من سيدير ظهره لتأهل ومن سيقابل الدور الربع النهائي بانتصار. الديربي نتيجته فيها 3 نقاط والكثير من الإجابات التي ينتظرها عشاق الناديين. الديربي على أرضية ملعب عشبها أخضر، صراع العمالقة في أبهى تجلياته. الديربي كمسرح للفنون بين سلم خماسي بصوت محمد وردي. وسلم سباعي بصوت عبد الحليم حافظ. زي الهوى يا حبيبي زي الهوى. الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا ستشهد فصلا جديدا بين أحمر القاهرة وأزرق أم درمان، الأهلي والهلال. الهلال صاحب المركز الثاني ب10 نقاط يدخل المباراة بفرص عديدة: الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف وتجنب الخسارة بهدف نظيف. بينما الأهلي صاحب الأرض وصاحب المركز الثالث ب7 نقاط يخوض المباراة بفرص الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين أو أكثر. ضغط المباراة وأهمية المواجهة جعل من كل مناصري الفريقين مدراء فنيين اختاروا تشكيلتهم للتأهل للدور المقبل، والمديرين الفنيين المعنيان بها هما الكنغولي فلوران إبنغي من جانب الهلال والسويسري كولر من جانب الأهلي، والذي تفوق فيها الأول على الثاني في مواجهة أم درمان بهدف نظيف. المدير الفني للهلال يدخل اللقاء مكتمل الصفوف ويعول كثيرا على الثنائي محمد عبد الرحمن وماكابي ليلوبو في خط المقدمة، ومن خلفهم المقاتل أبو عاقلة. بينما كولر سيعول كثيرا على سرعات الجنوب افريقي بيرسي تاو واحمد عبد القادر في المقدمة، بجانب كهربا الذي استعاد مستواه في مباراة القطن الكاميروني، وعرضية علي معلول من الجبهة اليسرى، ومن خلفهم العائد للمشاركة عمرو السلية في خط الوسط. 9 بتوقيت أم درمان هي موعد المباراة على أرضية ملعب استاد القاهرة وبحضور 50,000 مشجع بصفرة الحكم الموريتاني عبد العزيز بواه. بأي الألوان ستتزين القاهرة ومن سيخطف آخر الأوراق للدور ربع النهائي؟ صعبين وقلبنا حار، الجوهر لنا دار، الجان اغلب عديل وليل وحفر قبور. هلالا هلالا طول العمر، هلالا